السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب يكون الجميع بخير. فكرت النهارده اعمل لكم مكعبات اللي بنحطها على الشوربه وعلى الطبيخ من العظم. العظم قيمته الغذائيه لا تتخيلوها، وخصوصا للعظام، لان الماده اللي بتبقى جوه الماسوره دي تبقى فيها مادة الكولاجين اللي هي بتحافظ على العظام وبتمنع هشاشة العظام للي زي حالاتي الكبار وللصغيرين برضه. المهم، انا هنا غليت ميه وحطيت العظم في الاول. انت ممكن وانت بتجيبي اللحمه تقولي للجزار يحط لك ماسورتين او ماسوره ويكسرها. المهم انا هنا حطيت العظم في الاول وبعدين شلت الريمه وبعدين بديت احط بقى الخضار. اهم حاجه في الخضار هي العشبه اللي انا وريتها لكم في الاول دي، اللي هي اسمها الليمون جراس او عشبه الليمون. هي دي اللي بتدي النكهه الاصليه لمكعبات المرق. والله وهي بتتعمل ريحتها احلى من ماجي واحلى من كنور واحلى من كل المكعبات الجاهزه. جربوها وعلى ضمانتي. حطيت انا هنا عشبة الليمون وحطيت معاها جزر وكم فص ثوم وبصلتين كبار، وحطيت ورق عيدان كرفس وشلت الورق لمرحلة تانية، كرفس بلدي. وحطيت بسم الله الرحمن الرحيم كراته فرنجي، اللي هما الكيسين اللي كانوا شكلهم طالع من الفريزر. ده كراته فرنجي وكرفس افرنجي. كل دوت اتحط في الحله مع المواسير، ولما غليت وطيت عليه وحطيت كمان ورق لوري وقرنفل وكبابه صيني وقرفه. غطيت عليها بعد ما غليت ووطيت عليها خالص، سبتها حوالي 6-7 ساعات. لما الخلاصه اللي انا اخدتها في الاخر كانوا كوبايتين. الخلاصه دي فيها كل الفايده بتاعت العظام والخضار. انا هنا جبت بقى خضار طازه، ماليش دعوه بقى باللي انا صفيته، خلاص انا خدت منه السائل والباقي كله اترمى، خدنا منه فايدته. هنا حطيت بقى شويه زيت في طاسه، وحطيت جزر برضو كام فص ثوم وبصل بس. قلبت شويه، ولما بدأوا يدبلوا حطيت تلت كوبايه دقيق بلدي، دقيق بلدي اللي هو بالنخاله، وقلبت كويس. هفضل اقلب لغايه ما اشم ريحه الدقيق كده انه بدأ يتحمص. هنا بحط بقى ملح، انا حطيت 4 معالق كبيره ملح. هنا بكتر كميه الملح عشان دي برضو من ضمن المكونات اللي هي بتحافظ لي على المرق نفسه او المكعب نفسه. طبعا لما بتيجي تستخدميه بعد كده بتعملي حسابك وانت بتملحي الاكل اللي بتعمليه. المهم هنا التوابل بقى اللي هحطها هنا حاجتين بس. ده حبهان انا مطحون بس بنخله عشان تنزل البودره بتاعته. وفي الاول حطيت جرشت مستكه. يبقى هنا بس على التوابل اللي اتحطت حبهان ومستكه. انا ما حطيتش فلفل اسود خالص في المكعبات، ده حبهان ومستكه. بعد كده حطيت كوبايتين المرق دوت لو انا سبته وحطيته في التلاجة هيبقى مادة جيلاتينية اللي هي الكولاجين اللي طلع من العظام. فهو طبعا هنا سائل لانه سخن. وهما كل الحل اللي شفناه في الاول دي كل اللي خدته منها كوبايتين. ضفتهم بقى للخضار بتاعي واقلب لغايه واغطي عليه لغايه ما تستوي. لما استوت حطيت بقى ورق بقدونس وورق الكرفس البلدي اللي انا خدت عروقه وحطيتها في الشوربه او في المرق واحنا بنعمله. وهنا انا حطيت البقدونس، ورق البقدونس وورق الكرفس بعد ما الخضار ده برد خالص خالص خالص. ليه بقى؟ علشان لما اضربه بالهاند بلندر يفضل المرق محافظ على الخضار، انما لو حطيته سخن هيروح لونه. فانا هنا شايفين لونه جميل ازاي بقى. هنا هرست كله بالهاند بلندر مع بعضه، فهتبقى قطع
زي اللي بنشوفها كده في مكعبات المرق. القطعة الخضراء دي محتفظة بخطرها، ما راحتش. اضربها كويس قوي بالهاند بلندر. بعدين انا جبت هنا صينية مستطيلة، غلفتها بكلينج فيلم اللي هو البلاستيك الاسترتش، وهفرد فيها بقى الخضار بتاعي بعد ما ضربته بالهاند بلندر. شايفين بقى القطعة الخضرة الخضراء باينة ازاي؟ ده الكرفس والبقدونس. افردها كويس في الصينية، وفضلت اخبط بالصينية شوية كده على الرخامة عشان السطح يتساوى. بعد كده حطيتها يعني غطيتها بالفويل ودخلتها التلاجة. هو انا ما كنتش مستعجله، فهي قعدت في التلاجة حوالي 6-7 ساعات. انت ما عايزه تعملي الوصفه ومستعجله حطيها في الفريزر. هي طبيعي عشان الجيلاتين اللي كان في المرق هيجمدها بسرعه. ابتدي بقى يا اما تخليها تحطيها في كيس كبير وتحززي كده عشان كل ما تحتاجي تكسري حته، يا اما انا بديكم انا بعمل الشكل بتاع المكعبات اللي بنشتريها. قطعتها كده مكعبات اهي، شايفين لونها جميل ازاي؟ وكلها فايدة، كلها غذاء، مفيش اي حاجة فيها مصنعة، مفيش اي حاجة فيها مادة محفوظة. دي مرقة ماجي اللي احنا بنشتريها. بص بقى اللي انا عاملاها، والله ريحتها احلى منها يعني، مش هحلف. جربوها بس وعلى ضمانتي. وهي كله هتجيبي ماسوره من الجزار وشويه خضره وجزر وبصل وتوم بس، وهتاكلي. وطبعا الليمون جراس بقى هو معلش غالي شويه، بس لو انت مش عايزاها مش لازم، ممكن تستغني عنه. هو الاول بيدق شويه، دقيته بمدق البفتيك وبعدين حطيته في الشوربه. هو اللي بيدي، مش ممكن تتخيلوا الريحة والنكهة لما دقتها بس كده بالمعلقة. انا هنا غلفت كم مكعب كده علشان احطهم على الرف في التلاجة او في باب التلاجة، واخد المكعب استخدمه، والباقي فردته في كيس بتاع تلاجة وعملته بشكل مستطيل، وبديت احزز فيه كده علشان لما احتاج اكسر جزء اللي انا محتاجاه واحطه في الطبيخ، في البشاميل، في الشوربه، وانت بتسلقي فراخ، وانت بتسلقي لحمه، وانت بتعملي كباب حله، حتى في المشاوي. خدي حته من الجميل، من المرق الجميل ده، الخضار الجميل ده، وحطيها مع تتبيله الفراخ اللي هتشويها. بحزز انا هنا جوه، حطيت الباقي في الكيس وبحزز كده عليه برضو على شكل مربعات، بحيث ان انا افتح الكيس بسوسته، افتحه اكسر